مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان كل ما بننزل موقع مره كل ما بنكتسب خبرات زياده سنه صغيره. كل زياره للموقع او كلام مع حد اكبر مني او اقدم مني في الموقع ولو بيوم واحد بيعرفني معلومه جديده. مهم قوي يا جماعه ان احنا نعرف ان التدريب هو وشغل المكتب او هو والشغل النظري الاثنين لهم نفس الاهميه. في معلومات كتير جدا انت لما بتاخدها من الموقع هتفرق في اسلوب تفكيرك وانت بتصمم او انت بتراجع او انت بتطور الشغل. التعليم النظري او شغل المكتب لوحده ما ينفعش، والتدريب لوحده ما ينفعش، الاثنين مع بعض يطلعوا مهندس شاطر. لو قدرت ان كل اجازه اسبوع 2 شهر تدريب هتلاقي نفسك بتتخرج كأن معاك خبره سنتين. اتمنى لكم التوفيق، واتمنى ان اللي شفناه النهارده يتوثق ويتكتب، لان ده اللي هنتناقش فيه بقى نظري المره الجايه. وهنحاول برضو بعد مره او 2 لازم ننزل تاني بعد ما نعمل الفيدباك بتاع التاسك بتاع النهارده، ننزل نختبره وهننفذه على الطبيعه ازاي، عشان يبقى التدريب اللي عملناه قدرنا نحققه على الطبيعه. واتمنى لكم التوفيق.